صحيح انه السيد اللي وقع الكشف على هويته هو موظف في وزاره الداخليه، واحنا كاتحاد وطني نقابات قوات الامن التونسي لا يشرفنا مثل هذا السلوك، ونطالب الاداره وممثله في شخص السيد وزير الداخليه اتخاذ الاجراءات الاداريه اللازمه، وكان لازم الامر عزله، لانه هذه ما تبنيش لعقيده الامن الجمهوري ان نطمحوا لها كاتحاد وطني ولا كامنين بصفه عامه. وهذا ما يمثلش الامن التونسي، لانه الامن التونسي ارفع انه يعمل عمليات من هذا القبيل. إذا عون الأمن هو اللي انتحل صفة نائب البرلمان عن ممثل السي بي ار حزب المؤتمر. إيه معناتها عندكمش معلومات على الأقل علاش عون الأمن هذا تسرب داخل قبة المجلس وخذا بقعة وكرسي النائب؟ وشكون اللي بعثه؟ احنا اسمعني، على كل حال احنا من باب التحفظ واحترام القانون واحترام القضاء، الحيثيات نتاع علاش عمل العمليه هذه ومن كان وراءه وعلاش عملها في التوقيت هذايا وفي المكان هذاك والتحديد، هذه العديد من الاسئله، خاصه انه يحمل نفس اللقب نتاع السيد النائب المحترم. هذه اسئله عديده مطروحه، احنا ناس محترمين ومنضبطون ونحب نقول لك حاجه. وهو فما سؤال مثير برشا ومهم يظهر لي في الموضوع وفي التحقيق، انه البوليس هذا منين ليه انه النايب مريض ومش باش يجي وهو ينجم ياخذ كرسيه؟ بالضبط، قلت لك كما كنت نحكي لك في زوير، هناك العديد من الاسئله. على كل حال احنا نحترموا المؤسسه القضائيه اللي هي باش تباشر الموضوع وتبحث فيه وتوصل للحقيقه، لكن هذا ما يمنعش انه احنا كامنين وكاتحاد وطني نقابات تونسي نعلم موقفنا الرسمي. احنا ما نقبلوش بالشيء هذا، لانه احنا نحبوا ونكونوا على نفس المسافه من جميع الاحزاب، والعمليه ما تشرفناش ايش يعمل عون الامن غاديكا. يعني باش تصدروا بيان رسمي باسم الاتحاد؟ أنا سامحني، هذه توحيني الى نسخه من الاختراقات اللي يحاولوا بعض الناس تكريسها في المؤسسه الامنيه، واحنا ضد العمليات هذه. هذا ما يشرفناش. الامن الجمهوري المحايد قلنا نبداو على نفس المسافه من الناس الكل. طيب تسمح لي في السؤال هذا سي عماد الحاج خليفه، الامن الجمهوري نحبوا عليه احنا، اسمح لي في هذا السؤال وانت الناطق باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي، ما يذكرناش ربما عمليه الاختراق وانتحال الصفه هذه بحكايه قديمه شويه اللي هي حكايه الامن الموازي مثلا؟ بالضبط، الاسئله تطرح بالنوعيه هذه. هذه ايش قلت لك انا، يعني المتلقي مباشره يمشي الى التحليل هذا مباشره بطبيعه الحال، ولا يقبل حتى شخص. احنا المؤسسه الامنيه قلنا راي بوليتيك، ما عندها حتى انتماء سياسي يحبوها، فهمنا ولا؟ ويلزم اصلاحها واصلاح المنظومه نتاع الامنيه، واحنا مباشرين اتحاد وطني ايمانا منا بانتمائنا لمؤسستنا، لان انا نقولها ونعاود نكررها، نحن ملاكه ما نشكر راي، احنا مال الدار في المؤسسه الامنيه، واحنا نحبوا نكرسوا امن جمهوري ومحايد، وهذه العقيده نتاعنا. واي شخص امني يفكر انه يعمل سياسه لا يلزمنا ولا يمكنه البقاء في المؤسسه الامنيه هذه. بمعنى انه سيصدر بيان عن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي للمطالبه بعزل عون الامن. نصدر بيان في هذا الغرض، لا نقبل مثل هذه التصرفات ولا تمثلنا ولا تشرفنا. وتطالبون بعزل عون الامن هذا من سلك الامن. واللي يحب يعمل السياسه يقدم استقالته ويخرج يعمل سياسه لبرا. واضح، شكرا ليك. الموقف الاتحاد واضح، اللي يحب يعمل سياسه الامنيه يتفضل يقدم استقالته ويمشي يعمل سياسه على روحه. احنا امن جمهوري محايد، نخدموا على العلم، نخدموا على الدراب، واحنا شكرا. الواحد امني يفكر بالطريقه هذه. شكرا.